ايوه مين؟ وده في ايه يا حوده؟ لا طب انت بتستحمى اهو. انا كل مره بستحمى هنا، هي دي يعني اول مره استحمى فيها هنا؟ لا بس دي بقى هتبقى اخر مره. انت غير بقى. بصراحه متغير. ما تقفلش البيت، يا لهوي ما تقفلش يا لهوي يا لهوي على ايه؟ الحمام بقى فيه يا لهوي دلوقتي. لا بعمل ايه؟ تعالى بكره تستحمى من الحنفيه جوه الطشت زي بتوع الارياف. لغايه ما اشوف موضوع الحمام ده، اوسع بقى البرميل اللي فوق واكبر السنين. ويبقى لي حمام انا لوحدي؟ شغلانه يعني. يا ريت يا حوده، يا ريت. حق كل اللي موضوع الحمام ده. لما قولي لي يا فوزيه، امك يعني ما جاتش تبارك لك؟ ما انا بعتلها بس امي دي دماغها معاها، ده انا ما بشوفهاش غير من السنه للسنه. تيجي يا دوب تقولي الكلمتين وناكل البطايه اللي جايباها واجي وش الضيف. بس انت كمان يعني يا اختك ما جتش تبارك لنا. اختي خلاص بقى بقت في دنيا تانية. خلاص نبقى كده خالصين. انت النهارده انت حلوه يا فوزيه. اصل انا الحموم بيفرق معايا قوي. هات الشباك. بص في ايه بس؟ ده وقت الوسع، في حد يستحمل ويتكلم عن الوسع؟ استنى هنا يا ابو زيد. ايه بيتك لسه قدام؟ عايزاك في موضوع. خير؟ بتحبني يا ابو زيد؟ ابقى كداب لو قلت لك امال اللي حصل في البنزينه ده كان ايه؟ وزة شيطان. وزة شيطان؟ طب اتفضل يا اخويا وصلني. انزلي يا بنت. انزلي. ايه في ايه يا اخ؟ في ايه؟ وانت كمان هتنزل. طب خلاص بلاش السلاح. انزل. بلاش السلاح لحسن يطول. ايه ده؟ ايه في حاجه بتوجعك ولا ايه؟ بص يا حبيبي انا ممكن اكسرها لك بس انا ما بحبش الشر.
احب اكسرها لك ولا تروح لامك؟ لا اروح لامي. حلو. فرح بس يا فرح، وانت بتقبض تقول لي همسحه من على الدنيا مسح. هي لمبه واحده من ايدي مشغل يسوى بطل صور الرجاله، مش كده؟ ما انا ما كنتش اعرف ان عضو جديد كده يا سعاده الباشا. يا حبيبي افهم من كده، شوف لي راجل تاني. لا يا سعاده الباشا، اديني فرصه تانية وانا هجيب لك خبر. امشي امشي قول يا صاحبي. وانت يا ست سحر؟ الضرب والخبط ده انا ماليش دعوه بيه يا ممدوح. كل اللي انا عملته ان انا دحلبته وجرجرته حسب الاتفاق. المهم كنت قدرت تميليه ناحيتك. ابو زيد واد مش سهل، ده واد لئيم وناعم زي التعبان، وما نبنيش غير ان اديته الفرصه واتجرأ عليا. عمل ايه؟ عمل بلاوي. المهم النتيجه. النتيجه ما تطمنش، قلبه مشغول بالهانم. يعني ايه؟ مش هقدر ازيحه من سكتي؟ لا العافيه ولا رسم الحب هينفع معاه، واحسن حاجه ان احنا نشوف رسمه تانية عشان توصل للي احنا عايزينه، بس بعيد عني يا حبيبي. حبك برص. ايه اللي اخرك يا ابو زيد؟ كنت بشحم اغير زيت. تغير زيت 4 ساعات من ساعه ما خرجت. محطه كانت زحمه. طب خش يا وام احسن البيت سهل عليك اكتر من مره. حاسب الميه الخفيف، عدي عدي. اوعى تفرقني. والله انا مش عارف كنت عملت ايه من غيرك يا ممدوح. عيب يا بيه، ده انا خدامك، ادينا دراعك اليمين. صراحه انا ثقتي فيك كامله. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا ابو زيد، ايه اللي اخرك كده؟ عبال ما غسلت العربيه يا بيه ومسافه السكه. والله يا ابني انا خايف تكون بتشغل العربيه دي بالنفر لحسابك. كمان عارف من عينتك كتير بيعملوها. يا بيه بيسترزقوا. لا يا استاذ ممدوح، مش انا اللي اعمل كده. ليه؟ على راسك ريشه؟ لا، كرامتي وعزه نفسي ما يسمحوليش بكده. بلاش فلسفه وكلام فارغ. يلا يا بابا روح شوف شغلك. انا هنا عشان كريم بيه عايزني. تحت امرك يا بيه. جاهز العربيه واستنى فيها يا ابو زيد. اي خدمه تانية؟ لا متشكر قوي. ربنا يكون في عونك يا بيه. انا مش عارف حضرتك مستحمل الواد ده ازاي. لا يا ممدوح، الولد كويس جدا، ما بيأثرش في شغله ابدا. صراحه خانقني، مش نازل لي من زور. هو حضرتك خارج؟ انا؟ لا. امال انا جاهز العربيه لمين؟ لغاده، اصلها عندها كم مشوار عايز تعملهم. طب ما وصلها في سكتي. سكتي غير سكتك يا ممدوح، وكمان مش عايزه اتعبك. متشكره قوي. باي يا خالد. مع الف سلامه يا حبيبتي. مش عايز حاجه؟ الف شكر. اوكي باي. مع السلامه يا ماما. باي. اذن الاستيراد اخباره ايه؟ جاهز، مش ناقص غير خطاب الضمان بتاع البنك. الدواء يا كريم بيه. انت عارف انت يا سحر، انسانه منضبطه جدا. ممدوح، مواعيد الدواء بتاعتي عارفاها بالثانيه. عشان كده اخترتها عشان تباشر ساعتك. واختيارك في محله. شكرا يا سحر. بالشكر يا فندم. استنى هنا يا ابو زيد. ها، هتفسحني فين النهارده؟ فسحك؟ طبعا تفسحني. ايه مالك اتخذت كده ليه؟ لا ما اتخدش ولا حاجه، مش في مشاوير هتعمليها؟ انت برضه صدقت ان في مشاوير؟ دي حجه يا استاذ زي كل مره. انا بس عايزه اخرج معاك. تفسحني فين بقى؟ ايه مالك يا ابو زيد؟ انا بقول ارجعك احسن. كده برضه؟ يعني مش عايز تفسحني؟ لا بس انا ده دمك تقيل وغلس قوي النهارده. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل اسال. اخرة اللي بينا ده ايه؟ حضرتك جاي تسالني السؤال ده بعد 8 سنين حب من ايام ما كنا طلبه في الكليه؟ طب يا سيدي انا هجاوبك. اخرة اللي بينا طبعا الجواز. جواز ازاي؟ ومنين يا غاده؟ يعني ايه ازاي ومنين؟ يا غاده يا غاده، انا سبت وظيفتي ورميت شهادتي اللي بتقول اني مهندس زراعي عشان اشتغل عندكم سواق ملاكي بتوصيه مني وافضل جنبك، وعشان المهيه الاكبر اللي هي برضه مش مكفياني وربطولي كده. طب وايه الحل؟ الحل اني اواجه ظروفي بنفسي بقى وبلاش اظلم حد معايا. وانت في مليون واحد يستاهلوكي احسن مني. بس انا بحبك انت. يا غاده انا فقير. فقر مش عيب؟ مش حكايه عيب ومش عيب، الحكايه انك اخدتي على العز
اولا العز ده جديد عليا. ماما وبابا الله يرحمهم ما كانوش اغنياء، وانت عارف كده كويس. ايوه بس كريم غني. وده دخله اسمه موضوعنا. دخله انه لو فكر يجوزك مش ممكن يفكر يجوزك واحد زيي. انا اللي بختار. هتتعبي معايا قوي يا غاده. هستحمل. شقتي فوق السطوح. عارف انت بتحبيني ولا لا؟ انا مجنون بحبك. وانا بموت فيك يا بركات. مين بركات ده؟ حضرتك يا استاذ. انت ما تعرفش ان ابو زيد الهلالي كان اسمه بركات وهو صغير؟ انت مذاكره قصه ابو زيد كويس بقى. طبعا. عارف كمان ان ابوه الامير رزق طلق امه خضرة الشريفه وخدته ورحلت بيه لبلاد ملك بني الزعلان. الزحلان. زعلان. زعلان ده ايه؟ وملك بني الزحلان خده ورباه واعتبره زي ابنه بالظبط لحد ما كبر وبقى فارس الفوارس وحامي الديار. وعشان واجه الحياة بشجاعته وكفاحه وبطولته سموه ابو زيد الهلالي. انت كمان يا حبيبي بتتعب وتكافح زيه بالظبط. انت عايزه توصلي لايه بالظبط؟ عايزه اكون زي غصن البان اللي اتجوزها ابو زيد الهلالي. الله يخرب عقلك. انا شايف ان الموضوع غير ده ساحب منك كهرباء زياده شويه. بنت مرتاح عالي ايه ما تستاهلش. انها تستاهل، يا تستاهل قوي. يا المزيه قشطه يا لولو. الله انت بتحبها بقى ولا ايه؟ قوي بحبها قوي. ولعلمك انا بستنى اللحظه اللي املكها من ايديا. الله انت عاوزها ولا عايز فلوسها اللي هتورثها من خالها بعد ما يتكل؟ الاثنين. عموما انا مش هلاقي احسن منك يا ممدوح لا ولا امن منك على ثروتي بعد ما اقول لكم باي باي. رايح فين يا فندم؟ لا بعد الشر ربنا يديك طول العمر. حضرتك بخير وبركه يا فندم. معاك ده يا فندم. مبدئيا انا ما عنديش مانع بس المهم غاده توافق. صباح الخير. صباح الخير يا خالد. صباح النور. ايه رايحه فين؟ رايحه الكوافير. تحب اوصلك؟ لا متشكره، انا بعد الكوافير هطلع على النادي. وماله اوصلك برضه. يا سيدي متشكره مش عايزه اتعبك. باي باي يا خالد. لحظه يا غاده. طبعا اذنك. اتفضل وخد الباب معاك من فضلك. ايه رايك يا غاده في ممدوح؟ من ناحيه ايه يعني؟ ده بني ادم عادي كويس. يعني لو طلبك تقبليه؟ لا طبعا. ده بيحبك. وانا ما بكرهوش بس ما ينفعنيش. باي باي يا خالد. باي يا حبيبي. مع السلامه. تاني يا ابو زيد هتعيد الاسطوانه المشروخه دي تاني؟ بس اللي احنا فيه ده حلم. حلم كبير قوي صعب تحقيقه. مش هتنازل عنك ابدا مهما يكون. كل حاجه تاخديها ببساطه كده. مش عايزه اسمع من كده. انت ازاي تسمح لنفسك بالوضع اللي انت فيه ده؟ وانت ازاي تسمح لنفسك تراقبني وتتجسس عليا؟ نسيت انت مين وبسلامته يبقى مين؟ يا استاذ ممدوح من فضلك انت ما تفتحش بقى بكلمه. انا بتكلم على الهانم. لما اتكلم على الهانم انت تخلص خالص. اتفضل روح العربيه اقعد على الدركسيون. استنى سيادك لما يقولك.
استنى يا ابو زيد. يا نسا غاده، الاستاذ ممدوح عنده حق. انا هستنى حضرتك في العربيه لغايه لما تخلصي كلام معاه. ممدوح بيه انا هوصل الهانم، بس بعد ما اوصلها هستقيل من الشغلانه دي. وعايز حضرتك تعرف حاجه، انت بالنسبه لي مش اكتر من صفيحه زباله. انا مستنيكي في العربيه. انا جاي معاك يا ابو زيد. معقول يا غالي؟ معقول اللي بتعمليه ده؟ ومع مين؟ مع حتة سواق هلفوت. كريم بيه من فضل حضرتك اخلص! ولا كلمة. يا خالو ابو زيد مش هلفوت، الهلفوت هو اللي كلمك وبلغك. وبتدافع عنه كمان؟ انت ملفوت، اتفضل اخرج بره، يا اما هجيب الشغالين يرموك في مستشفى المجانين. خلاص يا عم بقى، انت هتعمل لي فيها احمد علام. انت بتبجح يا ولد. كريم بيه من فضل حضرتك مفيش داعي للحاجات دي، انت قلت لي اخرج بره وانا خارج، هذه المفاتيح اهي. استنى يا ابو زيد. غير ليه كده يا خالي؟ ليه؟ تسألي ليه؟ ما انتش مكسوفة من نفسك؟ انا ما عملتش حاجه نكسف منها. واللي عملتيه ده يبقى ايه؟ كل حال الحق مش عليكي، الحق عليا انا عشان اديتك الثقة دي. على العموم مفيش خروج بعد كده من البيت ده الا مع خطيبك. خطيبي؟ ايوه ممدوح، خطوبتك ليه وكان بكتابك عليه الخميس الجاي. غاده، انا سبت البيت لخالي واكتشفت اني ما اقدرش اعيش من غيرك. غلط يا غاده، اكبر غلط اللي انت عملتيه ده. كريم بيه هيهد الدنيا على دماغك. انا مستعده اواجه اي مشكله. بلاش رومانسيه يا غاده، خلينا نعيش على ارض الواقع. ثروه كريم بيه عملت بينا سد كبير قوي، صعب علينا نهده. وانا ما اقدرش اعيش من غيرك، ما اقدرش. ده كلام ابو زيد، اصول الجدعانه واصول رجوليه ولاد البلد على اخر الزمن هتقرطصنا وتلبسنا طرح. لا يا معلم دبور، انت فاهم غلط. هدي نفسك كده وخلينا نتفاهم بالراحه. فاهم على ايه؟ على المسخره اللي انت عاملها. جرى ايه يا حضرتك؟ مالك طايح في كلامك كده؟ ما توزنه امال وتخليك حلو. انت عارف انت بتكلم مين؟ غاده ما تدخليش نفسك انت. انت ايه يا ابو زيد؟ ما هو لازم يفهم ازاي يتكلم مع الناس. ثم مش من حقه لا هو ولا اللي معاه يتهجموا على واحد ومراته بالشكل ده. انت اتجوزت يا ابو زيد؟ الف مبروك يا اخويا. الف مبروك. طب بذمتك ايه الفرق بين الحمام بتاعي ده والحمام اللي عندكم في البيت ده؟ هناك في بانيو وهنا في طش. شكرا يا صاحبي. الشتاء فندم. بقى كان زميلها في الكليه. وكانوا بيحبوا بعض. وجابتهولي، عرفتني بيه على انه اخو زميله ليها غلبانه وشغلته سواق. ده اللي عرفته من التحريات اللي عملتها مع زمايلهم اللي كانوا معاهم في الكليه. كان فاكرها الفرخه اللي حطيت له بيضه ذهب، انما لا يمكن اسيب ثروتي ابدا لواحد هلفوت جربان زي ده. لازم ابعده عنها، زي ما اتجوزها غصب عني لازم يطلقها غصب عنه. انا لازم ابعده عنها. ايوه ان شاء الله حتى اخلص منه، لازم. انا تحت امر سعادتك، انت تطلب وانا انفذ. مش عارفه ايه اللي قومها في دماغك وجبتنا على هنا. طب وفيها ايه دي؟ حبيبي ال1000 جنيه اللي حالتنا هيتصرف. حد اخد منها حاجه؟ انا اقول ابو القرش اللي ما ينزلش صح.
دي اهي. اللي هناك دي تبقى غادة برضو ولا انا غلطان؟ غادة؟ غادة قريبة كريم بيه الشنيطي. وده مين ده اللي قاعد معاه؟ تعال نشوف. ما تيجي نخش في الميه كده شويه نعوم؟ لا يا حبيبي انا بخاف من البحر وما بعرفش اعوم كمان. ايه ده؟ اول مره اعرف الحكايه دي. ايه يا غادة المسخرة اللي انت عاملاها دي؟ ومع مين؟ مع سواق خالك؟ السواق؟ ايوه يا نازلة هاني مش سواق، تصوري. يا سعاده البيه. اخرس يا ولد. يا سعاده البيه من فضلك اسمعني حضرتك. اخرس. مش بعيد على واحد من طبقة واطية زيك يستغل الفرصة ويستدرج واحدة من طبقة عالية ويجرها المستنقع الرذيلة. الله الله، ايه يا عم الحاج مستنقع ايه ورذيله ايه؟ ما تحافظ على الخاص. اخرس يا ولد. وانت يا غادة ازاي تسمحي لشيطان زي ده يغرر بيكي؟ يا انكل ابو زيد ده يبقى انا عارفه كويس مش تايه عنه. ارجوك تسمعني. من فضلك مش عايز اسمع ولا كلمة منك. يبقى هتسمعها مني انا بقى. غدا تبقى مراتي. ايه مالك تنحت كده ليه؟ مراتك؟ ايوه يا انكل مراته. مستحيل. مستحيل ليه وليه يا رشان انت؟ انت قليل ادب وانت راجل ما بتفهمش ومش محترم. خلاص بقى يا ابو زيد. هو ايه؟ اللي مستنقع ورذيله وواطيه وعاليه وعشان ربنا بيديك شويه فلوس يعني تدور تهزق في الناس؟ انت راجل مش محترم. ما كانش في داعي يا حبيبي نوصل الامور للدرجه دي. ايه لازمته بس نعكن على نفسنا؟ اللي حصل ده هيحصل منه كتير قوي. وكل شويه والتانيه هيجوا ناس يفوقونا من اللي احنا فيه ده. هو ايه اللي احنا فيه ده؟ الفرق اللي بيني وبينك يا غادة. الفرق اللي بيني وبينك. كريم بيه وثروته اللي خلاكي فوق وخلتني تحت. بقى بذمتك يا ابو زيد يا هلال انت اللي تقول الكلام ده؟ انا ابو زيد الهلالي بالاسم بس. ابويا عشان كان اسمه حامد الهلالي فسماني ابو زيد. انا يعني خلاص كده هبقى الفارس الشعبي. بس ناسي انه لازم يكون في وسيله عشان ابقى ابو زيد الهلالي بصحيح. ابو زيد كانت وسيلته في عصره الحصان والسيف وكرامته. ايوه. وانا ما حلتيش بقى غير الكرامه. لان الحصان والسيف خلاص راحت عليهم. ما بقوش وسيله الفارس في الزمن ده. وسيله الفارس دلوقتي العربيه الاخر موديل والملايين في البنك. والحاجات دي صعبه عليا. عرقك وعافيتك مع كرامتك هم اللي عاملينك فارس في الزمن ده. في غير كتير برضو عندهم عافيه وطول النهار غرقانين في عرقهم. وساعات يجي عليهم الليل ويباتوا من غير عشاء. يبقى انا اشتغل وحط ايدي في ايدك ونساعد بعض. مش ابو زيد اللي مراته تشتغل عشان تساعده. ليه بقى؟ اشمعنى ابو زيد الهلالي وافق ياخد عطايا ملك بني الزحلان؟ ليه ما حدش مناخيره فوق وقال لا؟ عشان كانوا بيحبوا بعض. هو بيكرهني فكده اتجوزتك عشان طمعان في ثروته. مسألة وقت مش أكتر، وقريب هريحك منه. تسمح لي يا فندم اتدخل واقول رايي؟ قول يا سحر، ما انت خلاص ما بقيتيش غريبه. ابو زيد اتجوز غاده علشان طمعان في فلوس سعادتك. يعني الفلوس هي السبب. نجوم السما قرب له. انا من رايي ان سعادتك تبعت تجيبه من هون وتعرض عليه مبلغ قدام طلاقه من غاده هانم. يعني 10 20 30 الف ويتم الطلاق. قلت ايه؟ اركب. الله، هو انت تاني يا ابني؟ انت مش المره اللي فاتت قلت لي انزل وحصل اللي حصل؟ طب نزل ايدك واركب. اركب على فين؟ مالكش دعوة ده مشوار لمصلحتك. اركب. مصلحتي؟ ماشي. خش خش. تهيألي انت عرفت انا جبتك هنا ليه؟ بس ما كانش في طريقه احسن من كده تجيبني بيها حضرتك؟ خلينا في المفيد ونرد على سؤال بيه. عايز كام عشان تطلق؟ خلص. هموت واعرف انت حاشر نفسك ليه. يا اخي دي مسائل عائليه ما تتدخلش انت. خلاص دخلت نفسك في زمرة العيلة. من فضلك يا كريم بيه مش عايز غلط. ويا ريت التعامل بيننا بعد كده يبقى فيه شويه احترام. عايز كام وتطلق يا ابو زيد؟ حضرتك كلك نظر. مش قلت لحضرتك اوافق؟ ده صنف نمرود انا عارفه. وبعدين ابو بقى زيد مش عايز كلام عايم، حدد عايز كام عشان تطلق؟ طب انا سايبها بقى لذوق سعادتك. 20,000 جنيه. 30,000. 30,000 ايه بس؟ ما ترفع السعر شويه يا بيه. سيادتك راجل كبير وبتقدر ومتعود على البيع والشراء. دلوقتي انت بتشتري طلاقي من غاده مش جنينه بلح. يعني عواطف 2 بني ادمين. زود شويه.
50,000. كمان شويه وحضرتك مش هتندم. 60,000 والكاش هتاخدهم دلوقتي حالا. لا يا بيه متاسف، البيعه كده مخسره معايا. ايوه كده اظهر على حقيقتك. كنت عايز اكتر ها؟ يا كريم بيه حضرتك لو اديتني مالك كله برضه مش هطلق غاده. ليه؟ لان انا وغاده بنحب بعض، والحب اللي بيني وبين غاده ده انا مش بقدره بالفلوس. اسمع، انت ما طلعتش غاده مش هيبقى لك وجود على وش الدنيا. يا بيه حضرتك بتشتري وانا ببيع، وبين البائع والشاري يفتح الله، مش كده؟ انا هجيبهولك اخليه يسف التراب اللي تحت رجليك. مش في بيتي. روح بسرعه بسرعه. الشاي. اتفضل. ايه مالك يا حبيبي؟ خايف قوي يا غاده، مع اني ما كنتش بحس بالخوف قبل كده. طب وايه اللي مخوفك دلوقتي؟ الفقر. انا قبل ما اتجوزك الفقر ما كانش بيخوفني، كنت باكل اي حاجه واشرب اي حاجه، لكن دلوقتي خايف الفقر يفرق بيننا، وساعتها هفقدك وافقد حريتي كمان، وانت بقيتي جزء منها. طب ما انت كان في ايدك تتخلص من الفقر. ازاي؟ هتوافق خالي على الطلاق. انت اللي بتقولي الكلام ده؟ يا سيدي ما احنا هنتطلق دلوقتي، وبعد ما ناخد الفلوس نبقى نتجوز تاني. غاده اوعى اسمعك بتقولي كده مره تانية. مش انا اللي ابيع مبادئي بالكذبه، حتى ولو علشان مصلحتي. حبيبي انت صدقت، انا كنت بهزر. انت ان شاء الله هتلاقي شغل وهنعيش زي ما احنا عايزين، وهنحافظ على حبنا وحريتنا. مفيش حاجه هتفرق بينا. ابدا 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 ابدا. يا مرحبا ابو زيد. ازيك يا حموده؟ نحمده. ايه مالك يا ابو زيد؟ شايل طاجن ستك ليه؟ بلف على كعبي من صباحيه ربنا. ليه كفل الشر؟ بدور على شغل. يا راجل سيبت ركبي يومين بالكتير واركبك تاكسي بعون الله. تاكسي؟ بس انا الرخصه اللي معايا ملاكي. وماله؟ نعمل لك واحده اجره. سواقة التاكسي بتاكل الشهد يا ابو زيد. شاهد؟ امال راكبين العربيات دي بياكلوا ايه؟ بياكلوا كل حاجه. دي واحده ورجعنا. امسك يا ابو زيد. ايه دول؟ 100 جنيه روش نفسك بيهم وطلع الرخصه، واذا احتجت اكتر بقول لي. لا كده تمام، ربنا يكرمك يا حبيبي. ايه يا ابو زيد ما تقولش الكلام ده، احنا اخوات يا جدع. ايه يا عم، اللهم صل على النبي. خلي بالك يا ابو زيد، صاحب العربيه دي قطوطه جمل، يعني تحافظ عليها من الهوا الطاير. في عينيا الاثنين. يلا اتكل على الله وقول يا هادي. يا هادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاكسي ممكن الهرم لو سمحت. اتفضل.
بس هنا. حاضر يا سيدي. شكرين يا اسطى باشا. عارف. طريق سقارة يا هندسة. اتفضل. لا مانع ايه لا سمح الله. عايز كام؟ 5 جنيه. اديله يا فرج. انزل. تاني. وانت ايه حكايتك بالظبط؟ مرة اركب ومرة انزل. انزل. كريم بيه بقى هو اللي امركم بكده؟ ويا ريتك تطلق والا هندفنك هنا. طب جبتوا المعزوم معاكم؟ لا المأذون تبقى تروح له انت بمعرفتك بعدين. ماشي يا عم. السلام عليكم. السلام عليكم. على فين يا خفيف؟ امسك. اكتب 10 شيكات، الشيك ب 10,000 جنيه لكريم بيه. هو كلامك مظبوط برضه، بس انا ما عنديش رصيد وما احتكمش على 10 جنيه. ال10 شيكات دول هيفضلوا عند كريم بيه. تجيب ورقة الطلاق تاخد الشيكات وتقطعها. ما جبتش ورقة الطلاق، الشيكات تتقدم للنيابة. وفي ظرف 10 ايام من دلوقتي. اكتب. اكتب يا عم، ما تتعصبش علينا كده. قتلته يا غادة، قتلته. قتلت مين؟ خالي؟ لا، واحد من اللي هو مسلطهم عليا. انا هتسجن يا غادة، هتسجن. ايه ده؟ امال ايه حكم؟ قمت. ايدي اهدى كده وفهمني فيه ايه؟ انا لسه هشرح لك، انا اتدبست وخلاص. متأكد من اللي انت بتقوله ده يا حمودة؟ ده اللي سمعته دلوقتي حالا لما رحت اخد العربيه. البوليس ما كانش جاي لك انت يا ابو زيد، كان جاي لجارك اللي تحت هرب الحكم عليه. يا سلام يا حمودة، ما هو ده مش معناه ان البوليس مش بيدور عليا. لو كانوا بلغوا ضدك اول حاجه هيعملها البوليس انه هيروح على بيتك، وهناك كان هيلاقي العربيه، وعن طريق العربيه كان هيوصل لصاحبها، وصاحبها كان هيوصلهم ليا، وهوب كنت هتلاقيهم طبوا علينا هنا. يعني تفتكر ما يكونوش بلغوا عني؟ اكيد ما بلغوش. طب وغادة اخبارها ايه؟ ساعة ما انت سبتها خدت بعضها وقالت للجيران انها رايحة عند خالها وما رجعتش لغاية دلوقتي. يا خالي لا انا ولا ابو زيد عايزين حاجه من حضرتك. تعالي هنا. رايحة فين؟ رايحه بيتي. بيتك يا تقولي بيتك اللي فوق السطوح. هتروحي تقعدي هناك لوحدك؟ ما انت عارفه ابو زيد هرب من ساعه ما افتكر ان هو داس الراجل بالعربيه. بقول يا بنتي اتفضلي اطلعي فوق لغايه على الاقل ما يبان ولا يرجع. اتفضلي. حاضر يا خالي.
رجالتك تاكل الزلط يا باشا. ما تقلقش، ان شاء الله اكون عندك الصبح. تصبح على خير. وانت ابن اهل. تصبح على خير. مين هناك؟ ابو زيد، ازيك يا ابني وزي احوالك؟ ازيك انت يا عم سيد؟ ايه الكلام اللي بسمعه ده من البيه والاستاذ ممدوح بخصوصك؟ مش عايزين يسيبوني اعيش في حالي. ربنا ينصرك عليهم يا ابني. غدا فوق. ايوه جوه، حابسها البيه من ساعه ما وصلت. طب عايز اطلع لها. كان على عيني يا ابو زيد، بس انت عارف الاوامر شديده. البيت فين يا سنية؟ في المكتب. طب لو سمحت هاتي لي ازازة ميه. حاضر. بالك البيه في المكتب. انا وزيد الغدا بتاعي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، خضتني عليك قوي. فندم يا سعاده البيه. اديني فنجان قهوه من فضلك. انا مش عارف خالك ده مش عايز يشيلني من نافوخه ليه؟ ايه بتقول ايه؟ بحبك. وانا كمان بحبك. بس الحمام اللي هنا برضه كويس. هنخرج بقى من هنا ازاي من غير خليني احس؟ هقول لك انا. ده مش هنخرج خالص. لا هنخرج زي ما انا دخلت. بحبك يا ابو زيد، ما اقدرش استغنى عنك ابدا. اكيد بتحلم. مش عارف واجب على ايه؟ مارون كلاسين. اكيد سهله. طول ما انا معاك يا حبيبي هبقى مطمنه، عمري ما هخاف ابدا. 100% بتحلم. تخيل بقى لو خالي يعرف اللي بيحصل بينا دلوقتي هيعمل ايه؟ هيعمل ايه ده؟ انا ما يهمنيش منه، انت بس اللي تهمني، مراتي. حبيب قلبي. انا بتعمل ايه؟ انا مراتي. مش هتكون مراتك. فانا بقى يا خالي لو خرج انا هخرج معاه. اخرجوا ترتيب بقى. طب اتفضل حضرتك. بتطرديني من بيتي؟ يا خالي اتفضل عشان احنا نلبس هدومنا. ها؟ اه من البدايه وهي ملطشه معايا. ساعه ابويا ما مات كان اول دخول الجامعه، سابني انا وامي واخويا الاصغر مني. كل ده بقى ماضي خلاص، احنا في دلوقتي، خلينا في اللي احنا عايشين فيه. ويا ريت كريم بيه سايبنا نعيش. هنعيشه، المهم بس انت تلاقي شغل. ما انا بدور بقالي اسبوع ومش لاقي يا غاده والله. كل اصحاب التاكسيات اللي من طرف حموده خايفين على عربياتهم مني. يا استاذ ابو زيد،
اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا عم سيد. اهلا يا استاذ. اهلا. الحاج كان بيسأل عليك في الحاره فقلت اجيبهولك بنفسي. ربنا يكرمك، اتفضلوا. خير يا سيد، في حاجة؟ اكيد خالك عرف انه دخلني الفيلا فطرده. كريم بيه مات. الله يرحمه، الازمه كانت جامده. أنا طبعا عارف ومقدر شعوركم، لكن بشكل عام مش هتقدروا تستلموا ممتلكات المرحوم إلا بعد 12 يوم. اشمعنى يعني بعد 12 يوم؟ المرحوم كاتب وصية عندي وقرر فيها إنها تتفتح بعد 15 يوم من وفاته. النهارده فات 3 أيام، يبقى فاضل 12 يوم. ودلوقتي اسمحوا لي استاذن. اتفضل. مع السلامة. السلام عليكم. مساء الخير. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ابدا، احنا مش معرفة ولا ايه؟ معرفه زي قلتها. بالراحة، حلمك عليا شوية. هو صحيح كان في بيننا سوء تفاهم، بس كان سببه كريم بيه الله يرحمه بقى، وانا عبد المأمور كنت لازم انفذ اللي يطلبه مني. يا سلام، يعني هو اللي انا تطلب ايد غدا؟ ايوه، ده كان عايز يبعدكم عن بعض باي شكل. كان عندي الله يرحمه، بس لاقيين على بعض، ربنا يوفقكم. انا قبلت الهزيمه بروح رياضيه. على فكره انا خطبت واحده انتوا عارفينها، صح؟ صح؟ ايوه، بيتهيألي انك عارفها. بنت حلال. ايه رايك نبقى اصحاب؟ اصحاب؟ اه، ما محبه الى بعد عداوه، والعداوه سببها راح. الله يرحمه بقى، ربنا يديم المحبه. سلم، خلي قلبك ابيض. ربنا يديم المحبه. الباقي في حياتك. هاتك الباقي. ايه الحاجات دي كلها يا معلم دبور؟ دي الهديه مني ومن اهل حتتي عشان ابو زيد حبيبي والست حرم المصنون. لا بس انا لا مؤاخذه يا معلم، ما اقدرش اقبل الهدايا دي يعني عشان يا سيدي بقى ادفع ثمنهم حين ميسره. يلا يا رجاله نزلوا الحاجه اللي معاكم واتفضلوا اسبقوني على العربيه. يلا يا رجاله. اتفضل. ده ايه ده كمان يستفندي ولا ايه؟ طول عمرك ابن نكته. دول 10,000 جنيه تبري نفسك بيهم انت والست حرمه لغايه يوم السعد. امسك مال. كلها 3 ايام هنبري نفسنا ب 10,000 جنيه؟ يا ستي لما تبقوا اصحاب الملايين هتعرفوا ان المبلغ ده مش هيكفي يوم واحد. امسك مال ما تكسفنيش. انا عارف موضوع الوصيه عليها الطلاق، ما انت كسفني. طب ليه بس ده كله يا معلم؟ الله، الناس لبعضيها يا ابو زيد يا اخويا. سلام عليكم. وادي الراجل مات وهي على ذمة ابو زيد، ونصيبها كله هيتمتع بيه عدوك اللدود. عملها ومات بسرعه. بقى صعب انك تنفذ اللي انت عايزه، بقى مستحيل. انا ما اعرفش المستحيل. البيت يا صاحبي اللي انت عايش فيه ده، اللي كان سايبهولك المرحوم، ممكن تطرد منه. هو مجموع ثروتي هيطلع قد ايه تقريبا؟ ولو ما ظهرلوش ورثه تانيين وطلع كاتب كل حاجه باسم البيع والشراء، هتبقى حوالي 50 مليون. ياه، الواحد هيعمل حاجات كتير قوي. تفتكر لو فكيناهم جنيهات يطلعوا قد ايه يا ابو زيد؟ هطلعوا زي ما هم طبعا. يا اخي مش قصدي، انا قصدي حجمهم. يتهيألي ممكن يملوا الهول ده كله. تمام. على فكره كريم بيه الله يرحمه رغم انه كان عنيد معاكي قوي في الفتره الاخيره الا انه كان بيحبك. انا عارفه ده كويس. هي لولا بس انها اتجوزتني ما كانش هيبقى في بينهم اي مشاكل. بصراحه الله يرحمه بقى، اما كان بيكرهك كره يا ابو زيد. انا عارف يا اخويا، انت هتقول لي انت اللي بتحبني قوي. في ايه؟ هو زعل ولا ايه؟ انا اسف، ما كانش قصدي ازعله والله. وبعدين انا اعتذرت له عن كل اللي فات واتفقنا نبدا صفحه جديده. يظهر ان قلبه لسه ما صفيش من ناحيتي. استاذن انا. ايه يا ممدوح، انتوا هتزعلوا مع بعض ولا ايه؟ ممدوح ما تبقاش حساس، يظهر ابو زيد اعصابه تعبانه شويه وما افتكرش انه يقصد يحرجك. فعلا ابو زيد بقاله كام يوم ما بينامش وعلى طول سرحان وبيفكر. ليه كفل الشر؟ مش عارفه ماله. صحيح المرحوم فوق ده صدمه لينا كلنا، بس ساب لكم الخير والمستقبل المضمون. يعني المفروض نفسيه ابو زيد تكون مرتاحه.
اعتقد حبستكم في الفيلا هي اللي خانقاها، لازم تخرجوا. فعلا انتوا ما خرجتوش من ساعه ما جيتوا، المفروض تخرجوا تشوفوا الناس والناس تشوفكم. كده نفسيتي ابو زيد ارتاح. طب ايه رايك انا اعزمكم على العشاء؟ اوعى تقولي لا. وانا مش خارج، ولو خرجت هطلع من هنا على السطوح عدل وانت معايا. معقوله اللي انت بتقوله ده يا ابو زيد؟ بقى نسيب العز ده كله ونرجع تاني للسطوح؟ مش انت اللي اخترتيه بمزاجك؟ ايوه اخترته لانه كان المكان الوحيد اللي ممكن ابقى فيه معاك. يا سلام. طب ودلوقتي؟ ما بقيناش محتاجينه، كل شيء هنا بقى ملكنا ومن حقنا نتمتع بيه. يا حبيبي يا حبيبي، انا سبت الدنيا كلها وجيت لك عشان عايزه ابقى معاك انت. انت مش كنت زمان بتقول ان ناقصك وسيله فارس الزمن ده؟ العربيه الاخر موديل بدل الحصان، والفلوس بدل السيف، وهو الزمن جاب لك الوسيله لحد عندك عشان تبقى فارس من ضمن فرسانه. ما تحبكهاش بقى وتبقى غلس. انا بقول كده برضه. لا 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 لا، شوية كمان شوية، احنا قاعدين اهو. من فضلك يا استاذ. من فضلك؟ نعم. من فضلك لو سمحت. احنا خلاص هنمشي. لا احنا قاعدين احنا قاعدين. لا احنا مش قاعدين. احنا قاعدين. لا معاك. ايه؟ انت اسمك ايه؟ اسم مرزوق. استنى مرزوق، ما تشدش جامد. استنى. انت مرزوق فعلا. خد يا مرزوق. الف شكر. مبسوط؟ خد كمان يا مرزوق. اصل صوت الازاز كويس اهو. اشرب يا خد يا عم. خد يا عم. لا انت زعلان ليه؟ هو زعلان ليه؟ انت زعلان ليه يا عم؟ انا مش عايزك تزعل عشان احنا قاعدين وهنفضل قاعدين. خد دول بقى. اهلا بيك يا سعاده المدير. انا هنا عشان كنت، والله انا موجود هنا عشان كنت. خد دول. وانت كمان. خد يا هاني. خد. في ايه؟ مفيش حاجه يا عم، احنا قاعدين. الله،
ما تقعد انت زعلان ليه؟ استنى بس. خد دول. مبسوط يا عم؟ اه وانتوا كمان. يلا رقص لي بقى يا جدع بقى. كريم بيه بصفته خال والدتك ما كتبلكيش كل ممتلكاته بيع وشراء زي ما كنا متوقعين، وده بسبب تحديكي له وخروجك عن طوعه. انما كتب لك تلت الثروه. التلت بس؟ تلت الثروه 15 مليون جنيه. حددهم لك كالاتي: العربيه والفيلا و10 مليون جنيه نقدا. الله، طب وبقيه التركه؟ تعصيبا. يعني ايه بقى؟ يعني لاي وريث له يكون من عصب. المرحوم ملوش حد خالص ولا عمره اتجوز ولا له قرايب. عشان كده هو كتب التلت التاني للمستشفيات والمرضى القلب. اما التلت الاخير هيروح للدوله، ده بعد ما تاخد نصيبك يا استاذ ممدوح. نصيبي انا 100,000 جنيه على سبيل المكافاه نظير خدمتك له. اما البيت بتاع العزبه اللي حضرتك قاعد فيه كتبه لك بيع وشراء. الله يرحمه. واقدر استلم ميراثي امتى؟ العربيه والفيلا في حيازتك. طب والفلوس؟ كل ميراثك حسب الوصيه مجمد. يعني ايه؟ يعني حضرتك هتعيشي في الفيلا وهتستخدمي العربيه، لكن من غير ما تقدري تتصرفي فيهم بالبيع او بمنحهم حتى هديه لاي حد قريب او بعيد. اما الاموال السائله فتحول دون منفعتك منها مؤقتا. افهم من كده ان ورثي منحصر بان اعيش في الفيلا واستخدم العربيه وبس؟ مع حصولك على مبلغ شهري. كام؟ 1000 جنيه شهري لمواجهه نفقات المعيشه. ليه خالي عمل كده؟ عشان بيكرهني طبعا. مش كده ولا ايه؟ بصراحه ايوه، ومش عايزك تتمتع بتركته. بقى كده الله يرحمه. بس ممكن تاخدي ميراثك بالكامل في حاله واحده بس، وده شرط في الوصيه. عارف. ايه الشرط يا استاذ مجدي؟ ان اطلقك طبعا. مش مشكله، ابو زيد يطلقك دلوقتي حالا. انت بتقول ايه يا ممدوح؟ قصدي يعني يطلقك مؤقتا، تاخدي ميراثك وبعدين يردك. هو ده شرط يا متر؟ يبقى شرط عبيط وهبل. عبيط وهبل لو هو كده فعلا. امال ايه هو الشرط بقى يا متر؟ في حاله وفاتك. لا بفكر في الفلوس اللي انا طيرتها بتاعت المعلم دبور دي وانا سكران. ما يهمكش، انا هبيع الصيغه اللي خالي كان محتفظ لي بيهم، ما جابش سيرتهم خالص في الوصيه. يكفوا دول؟ يكفوا زياده شويه، راح اجيبهم لك. منك لله بقى. كريم، اسمك كريم. شرط الوصيه بموتي. طب عليا النعمه ملك بني الزحلان ده كان برقبتك ورقبه اللي خلفوك كمان.
حبيبي؟ مالك في ايه؟ لا مفيش. طب يلا عشان تفطر. لا ماليش نفس. مفيش حاجة اسمها مالكش نفس. هتفطر يعني هتفطر يا حبيبي، انا محضرهولك بايدي. كمان؟ هو ايه اللي كمان؟ لا مفيش. طب كل يا حبيبي. طب كل انت لقمة بقى من هنا. انا ما بحبش البيض بالشكل ده، انا بحبه مسلوق. وانا ما بحبش البيض خالص. بلاش بيض، كل اي حاجة تانية. ماليش نفس. طب كل عسل وقشطة. بيموعوا نفسي. طب كل. مش هاكل اي حاجة. خلاص بلاش تاكل، انت حر. اشرب الشاي. مش هشرب. الله، انت ايه حكايتك؟ حكاية ايه؟ مش عايز تاكل ليه؟ وانت عايزاني اكل بالعافية ليه؟ انا سؤال غريب قوي. وانت اسلوبك اغرب. ابو زيد. ايه في ايه؟ انت بتشك فيا؟ بصراحة ايه يا حبيبي اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ مخنوق. الفيلا دي خانقاني، مش عارف انام. طب واخرتها يا ابو زيد؟ اخرتها نرجع بيتنا احسن. نفسي انام شوية، عايز ارتاح. طب وحالي ومالي اللي هنا؟ اعتبري نفسك ما ورثتيش حاجة، مالكيش فلوس. بقولك عايز اعيش زي الناس. حد يسيب حقه برضه يا حبيبي؟ الحق اللي انت مستنياه ده مستنيه معاه موتي. نادي الشر عليك يا رب. والله يا جماعة الموضوع أبسط من كده بكتير. قولي له يا صاحبي. هو بس باين عليه أعصابه تعبانة شوية. يا عم انسى حساسيتك دي شويه عشان تعرف تعيش وحياه تستمر. انت عارفه ايه اللي ناقصهم؟ إيه؟ رحله لذيذه في مكان مفتوح. والله فكرة، ونطلع معاهم يا ممدوح. طبعا، ما انا اللي هعزمهم. وتمتعوا نفسيكم وترجعوا فاتحين صدوركم للدنيا وناسين كل همومكم. في الحقيقة احنا محتاجين فعلا لرحلة زي دي. قلت ايه يا ابو زيد؟ وآخرة المصاريف دي إيه كلها؟ اخرتها كله 10. طب فهمني. وانت بتفهمي؟ هفهمك بعدين. ولا ايه تقعد تحت شمسيه؟ قوم قوم قوم. هنقوم نروح فين؟ نصطاد ونعوم بعيد عن الناس. اولا انا ماليش في حكاية الصيد دي، ثانيا ما بعرفش اعوم. نعلمك. لا، خد ابو زيد معاكم. لا انا مش هسيبك انا لوحدي. يلا بلاش كاسه. لا خليني انا قاعد مع غدا. يا عم بلاش بواخه بقى. حبيب قلبي،
لو عايز تروح معاهم روح، انبسط وتسلى، ما تقلقش عليا. يعني مش هتزاي؟ يعني هقعد اقرا شويه على ما ترجع. طيب يا عم يلا بقى، يلا بقى، يلا بقى. ما تتاخروش. الحته دي ما فيهاش سمك ولا ايه؟ فيها سمك بالهبل. ايه ما عرفتش تصطاد؟ قلت لك ما بعرفش اصطاد. اصبر، الصيد عايز صبر. انا هصطاد، بس رحله لذيذه. لسه هفسحك. ودلوقتي لما يرجع لغادة هنقول لها ايه؟ هتقولي شفتيه اللي حصل، كان بيصطاد الصناره غمزت، سمكه كبيره شدته، اختلت وزنه ووقع. اعمل ايه؟ انت اللي هتقولي، انا مش هقول، انا حزين. امال جثته هتكون راحت فين بس؟ احتمال يكون السمك كله. عدم وجود الجثه يشكك في حاله الوفاه، وبالتالي صرف مستحقاتك في الميراث هتتوقف. وصية ايه وورث ايه بس يا استاذ مجدي؟ حياة ابو زيد عندي اهم. انا بتمنى من كل قلبي انه يكون عايش. وبعدين يا غادة يا حبيبتي انت كده هتموتي نفسك مش كده. هي مدام غادة ما تورث الا اذا لقينا جثه المرحوم؟ طبعا، للتاكد من صحه الوفاه، وعشان كمان نفس الوصيه. مش همشي من هنا الا بعد ما افقد اخر املي. ده جايبني من مصر على ملا وش، وجايبني هنا على البحر، وانت عارف انا ما بعرفش اعوم وبغرق في شبر ميه. اعمل ايه؟ لازم غادة تصرف الورث. لو جثه ابو زيد موجوده كانوا الغطاسين لقوها. ده زمان السمك كلها وهضمها كمان. ما انا عارف. لما انت عارف تعب نفسك وتعبني معاك ليه يا اخي؟ ما لو ما طلعتش جثه ابو زيد لازم تطلع اي جثه. جثه؟ جثه مين يعني؟ جثتك. ادي يا سيدي دبلة الغدا ايه؟ مش ناقصك بقى اني اشفيك واشوي وشك وامسح معلمك عشان يبان السمك ازازك. على السلامة يا صاحبي، سامحني. ال 15 مليون يا طلعت. ولا الضالين. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدي. أيوه.
مشكور. نجاملكم بالافراح ان شاء الله. ليه؟ هيحصل يا واش يا واش. اللي انا عايزه اعرفه، انت عملت ايه في وش طلعت؟ ابدا، شفيته عشان يبان السمك ازقزه بمزاج. بس تعرف منظر الجثه كان فظيع. عشان كده غاده كان هيغمى عليها وبصمت بالعشره مع جثه ابو زيد. وانت ناوي تعمل ايه بقى؟ كل خير. تنفيذ الجزء الثاني من الخطه بقى، اللعب مع غاده والوصول للفلوس. غلطان انا؟ بس تعرف انا ما كنتش عارفه انك شيطان بالشكل ده. لا انت اللي ملاك يا حبيبتي، ما احنا دافنينه سوا. نعم دافنينه سوا، قول دافنينهم الاتنين سوا، طلعت وابو زيد. كنت هنسى. بقى يابا مش كنا بلغنا الحكومة وخلينا مسؤوليتنا؟ حكومة ايه يا ابني؟ مش اما ربنا ينفخ في صورته ويقوم بالسلامة ونعرف ايه حكايته ومين اللي عمل فيه كده؟ مدام غادة، دلوقتي عدى 3 أسابيع على وفاة المرحوم، ومتهيألي إن أعصابك ابتدت تهدى، والمفروض بقى إننا نبتدي إجراءات تنفيذ تسليمك الميراث. انا شايف كده يا متر. يا غاده، الحزن حزن القلب وعذراء المثل، الحي ابقى من الميت. مش قادرة أصدق إنه مات. الف حمد لله على السلامة. اطمن ما تخافش، انت هنا في بيتك. غادة، امبارح مش راجع وبكره هو اللي جاي. صدقيني يا غادة، انا بتعذب كل ما اشوفك كده. غادة، انا بحبك. ايوه بحبك. مش مهم عندي اعرف احساسك ايه ناحيتي دلوقتي. معقول يا ممدوح؟ انت اتجننت؟ عايزني افكر في الجواز بعد ابو زيد؟ ما بقولش دلوقتي، انا مستعد استني لحد الثانويه ما تعدي. المهم عندي موافقه على المبدا. انا حاسس ان القدر هو اللي جمعنا. انا خلاص سبت سحر، ربنا عايز كده. انا عندي احساس كبير ان كل اللي حصل ده حصل عشان نبقى مع بعض. ممدوح، اوعى حاجه زي دي تتكرر تاني، ومن فضلك سيبني دلوقتي لوحدي، انا اعصابي تعبانه. انا اسف، ما قدرتش اقاوم اساسي. اعذريني. انا ماشي دلوقتي، بس راجع تاني لان من واجبي اقف جنبك. وارجوكي فكري في كل الكلام اللي قلته لك. على اذنك. اللهم صل على النبي. ده احنا كنا اهو. ايه الحمد لله، احنا كنا فين وبقينا فين؟ الحمد لله. والله من غيرك ما كان عارف هيحصل ايه. البركة في ربنا يا ابو زيد، هو اللي بعتني في الوقت المناسب عشان عمرك لسه فيه بقية. ونعم بالله. لكن قول لي يا ابو زيد، هم عملوا فيك كده ليه؟ هو ده اللي نفسي اعرفه. تكونش مراتك وزتهم عشان الفلوس؟ لا ما اظنش. معلش يا ابو زيد، استحمل. معلش. على العموم اما ربنا يقويك لازم تروح تبلغ البوليس وتحكي لهم على كل حاجة. لا، النهارده بقيتي احسن كتير. لازم اتماسك عشان اعيش. ان شاء الله هتعيشي احسن عيشه، هتبقي زي الفل.
على فكره يا غاده، انا فكرت لك في مشروع هيكسبك دهب، او منه نستغل 10 مليون اللي في البنك وفي الوقت نفسه حاجه تخرجك من اللي انت فيه. مشروع ايه؟ سنتر. هنبني سنتر 3-4 ادوار، والارض موجوده في احسن موقع في البلد. هنشتري الارض ب 3-4 مليون، والباقي هنجهز السنتر ونبنيه ونجيب البضاعه. لو السيوله اثرت هناخد قرض من البنك بضمان المشروع. قلت ايه؟ فكرة مش بطالة. انا قلت انك هتقولي كده برضه. معلش هتعبك بقى تيجي تشتري معايا الارض، انما مش همرمطك في التجهيزات والحاجات دي كلها، انا هعمل كل حاجه. طبعا انت عارف ان انا ما بفهمش في الحاجات دي. معلش هتعبك بقى، لازم الصبح تروح الشهر العقاري تعملي توكيل عشان اعرف اتحرك واتصرف براحتي. توكيل بالإدارة بس. ومرتب 2000 جنيه في الشهر. يعني موظف؟ لا والله كتر خيرها. لا كتر خيرها قوي. واضح انها مش سهلة، بس برضه مش هسيبها، برضه هفضل وراها. الأحسن إنك تصرف نظر عن الموضوع دوت، لأنك مش هتاخد منها لا حق ولا باطل. بعد كل اللي اتعمل. اللي اتعمل انساه وخلينا في المهم. ازاي؟ يعني نتجوز ونعيش زي بقية الناس. احنا في ايه ولا ايه بس يا صاحبي؟ اللي بقوله لك ده هو المهم. انا زهقت بقى وكفايه، ولا انت ناوي تسيبني وتلعب بديلك؟ انا؟ معقوله افكر في حاجه زي دي؟ ولو فكرت مش هتقدر، لان مصيرنا مربوط بحبل واحد، يعني معاك. يعني مش عاوز ترجع اللي في دماغك ده يا ابو زيد؟ تشغلش بالك، يعني خلاص نويت؟ طب وابقى افتكرنا بزيارة ان شاء الله. مع السلامة. فايتني ليه احلم. الو يا ممدوح. طيب بقول لك ايه، انا هقفل دلوقتي لان جرس الباب بيضرب، بس ما تتاخرش عليا، الربع هيساعة وابقى جاهزه. يلا باي، بحبك يا مجرم. حاضر. يا صاحبي انا ابو زيد مش عفريت. والله ما قلت حاجة، والله ماليش دعوة. كلمي يا صاحبي، كلمي، انت عارفه كل حاجه. قولي والله ما برضه كان بينا عشرة. استوري نفسك. بقول لك اتكلمي مش اصرخي. تأمريني بحاجة تانية يا ست هانم؟ لا متشكرة، تقدري تروحي انت. استنى مع حضرتك، يمكن تحتاجي حاجة؟ لا شكرا، مع السلامة. كوني فاكرة ان انا بهزر. انا هديكي اخر فرصة، لو ما اتكلمتيش زقة بسيطة كده وهتكوني مع الاموات.
عشان صوتك ما يتشرخش. استناني هنا. ازيك يا غادة؟ ساعات البشاها يعني، لكن ازاي ده حصل؟ مش عارف، هتجنن. لزومها ايه بقى الدموع دي؟ ما انا قدامك اهو، عمرو الشاي باقي. محدش بيرد. هترد ازاي؟ انا سايبها متعلقه. طب وخليتني اطلبها ليه؟ عشان اعرف اذا كان ممدوح راح لها ولا لا. لو كان راح لها اكيد هينزلها، فهي هترد يا هو هيرد. كده يبقى ممدوح لسه معرفش اني رجعت. انت بتخطط لايه؟ انا لازم اوديه حبل المشنقه بايدي. يا حبيبي مواجهتك ليه هتعقد حياتنا اكتر واكتر. اكتر من انه حاول يقتلني، اكتر من انه قتل صاحبه عشان يحط جثته مكاني. انا مش فاهم انت ازاي ما قدرتيش تميزي الجثه. ما هي الجثه كانت مشوهه وانا نفسيتي كانت زي الزفت. انا كنت منهاره، ما كانش ممكن اقدر اتحقق فيها. افهمني يا ابو زيد، موتك هو اللي خلانا نملك 15 مليون جنيه حسب الوصيه. لو عملت اللي في دماغك ده معناه اثبات وجودك، ساعتها كل الفلوس هتروح مننا. يعني انت خايفه الفلوس تروح مننا لو انا اثبتت وجودي؟ بالظبط كده. طب والجرائم اللي هو عملها؟ يا سيدي مش مهم، وافضل انا الميت الحي. يا حبيبي احنا نقدر ناخد الفلوس دي ونسافر اي بلد تانية نعيش فيها زي ما احنا عايزين بعيد عن هنا. والقبر اللي فيه جثه طلعت والشاهد اللي عليه اسمي هيفضلوا زي ما هم برضه عشان الفلوس؟ المهم يا حبيبي انك معايا بلحمك وشحمك. يعني رجعت لامنيتك اللي كنت عايزه تحققيها، انا والفلوس مع بعض. اجرام ممدوح وشر هما اللي ساعدوا على كده، من غير هو نفسه ما يخطط لده. يا حبيبي الظروف ساعدتنا، خلينا نعيش بقى. لا لا يا غدا، هنرجع للفقر تاني. احسن، بدل ما افضل ميت واضيع من نفسي ونضيع احنا الاتنين من بعض. ارجوك يا ابو زيد. انا مستغرب انت ايه اللي غيرك كده يا غدا؟
انت اللي ما كانتش الفلوس تهمك، دلوقتي بقت بتهمك. لانها في الاول كانت بعيده عني، انما دلوقتي بعد ما شفتها ولمستها وشميت ريحتها دلوقتي بس عرفت قيمتها. ارجوك يا ابو زيد، ارجوك تسمع كلامي، انسى خالص حكايه ممدوح دي، ما تفتحش علينا فتحه يا اخي تضيع مننا كل حاجه. اسف يا غاده، مش ابو زيد الهلالي اللي يبيع حياته ويقبل موته وهو حي عشان الفلوس. الفلوس هي اللي هتخليك فارس في الزمان ده. بالعكس، هي اللي هتخليني عبد. الو. ايوه ممدوح، انا عايزاك تجيلي دلوقتي ضروري، حاجه مهمه ما تنفعش في التليفون. خلاص انا مستنياك، مع السلامه. استناني هنا ما تتحركش. ماشي يا باشا. وجبت الكلام ده منين بقى؟ عرفت وخلاص، المهم ان هي دي الحقيقه. حقيقة ايه وكلام فارغ ايه؟ طبعا كذب. تنكر ان انت اللي قتلت ابو زيد؟ كذب. تنكر ان الجثه اللي اتلاقت تبقى جثه طلعت صاحبك اللي انت قتلته؟ كذب كذب. صدقت انه كذب؟ طب عايش اهو. روحي هاتي لي مفاتيح العربية. كفايه كده يا حبيبي، الفرصه لسه قدامنا ناخد الفلوس ونهرب. روحي هاتي مفاتيح العربية. لا ده مش هيسكت. لا مش هيسكت. انا ضربته قبل ما تيجي. قبل ما اجي؟ ماشي يا باشا. انا مش هسيبه، انا جاهز له، لازم اخد حقي، هعمل كل اللي انا عايزه. هات حاجه شرب. حاضر يا باشا. خلي الرجاله يغزوا. عينيا يا باشا. ماشي ماشي يا ابو زيد. كتير كتير. ماشي يا باشا. وصل. اهلا، انت جيت وانا في انتظارك. كل حاجه هتمشي زي ما انت عايز، بس بالراحه وبالهداوه عشان نعرف نتفاهم. وهو بعد اللي حصل ده في تفاهم؟ بدليل اني قاعد مستنيك يا راجل. مستنيك؟ امال جريت ليه؟ ايدك تقيله قوي عليا. اتفضلي، ادي مفتاح العربيه. فين ابو زيد يا ممدوح؟ موجود في الحفظ والصون. عايز مني ايه؟ 5 مليون كاش. حاضر، موافقه. انا هروح البنك دلوقتي حالا وهسحب لك المبلغ. برافو. تعالى. على فكره انت مش بتتجدع عليا بالفلوس دي، دي حقي. عارف الفلوس دي تمن ايه؟ عارف، لانك لو ما عملتش اللي عملته ما كانتش الفلوس دي بقت في ايدي. لا، وتمن حاجه تاني، ان ابو زيد موجود، يعني لو اتعرف انه عايش كل الفلوس هتطير من ايدك. فاهمه؟ عارفه برضه. يبقى مفيش داعي الفلوس يخش بلاد.
والا خسارتك هتبقى 3. 1 هعترف واقول انك انت شركتي وهدبسك معايا. ويصدقوا عشان تنفذي الوصيه وتورثي، مش كده؟ وحبل المشنقه يتلف حول رقبتك الحلوه دي. 2 هتطير كل فلوس من ايدي بجد. 3 هدفن ابو زيد بجد المره دي في القبر اللي انا كاتب عليه اسمه. خلاص يا ممدوح انا هنفذ كل اللي انت عايزه. برافو عليك. على تليفون عشان معاد التسليم والتسلم. انا بس حبيت اطمن انك لسه عايش. انا عارف ان انت تعبان، كلها ساعات وترتاح. بعد ما مراتك تقابل ممدوح بيه وتديله الفلوس خلينا نخلص. الو. ايوه يا ممدوح، انا جبت لك المبلغ المطلوب بالكامل. برافو يا غادة، كده كل واحد يروح لحاله. بس بلاش البوليس يخش بينا. الفلوس جاهزه وتحت امرك من دلوقتي. لا مش دلوقتي، بالليل. خليكي جنب التليفون على الساعه 10. انا بقى اكلمك واقول لك على المكان. طيب. عشر دقايق بالظبط وتخلصوا عليه. وهنتويه فين يا باشا؟ ادفنوه في اي مصيبه. ما تتفضل ولا عايز عزومه؟ افندم. ممدوح بيه مستني سعادتك. فين؟ هتعرفي. طب لحظه. هاتوه. اهلا يا غالي. انا جبت الفلوس. كويس، نفذت الاتفاق اللي بينا. سيبنا. فين ابو زيد؟ هيكون عندك بكره. طب واشمعنى بكره؟ عشان انا اكون بره مصر. احتياط واجب بقى. يا سلام. طب انا ايه اللي يضمني؟ مفيش قدامي غير الكلمه بتاعتي. كنتش اعرف انك نادل للدرجه دي. عشان الفلوس الواحد يعمل كل حاجه. والفلوس بقت معاك، عن اذنك. لسه بقيت حقي. انت خدت الفلوس، عايز ايه تاني؟ عايزك انت. انت مجنون. ايه ده؟